اولا انا كنت عابر في اللايف حتى لقيت في القاس يتكلم على حقوق الانسان ويتكلم على المغرب. انا في مخيلتي بدت لي كانها سويسرا. المهم ما عليناش. حقوق الانسان، يتكلم على حقوق الانسان ونسى القرع. هو تصنيف ريح ودي عبدو سكت علينا تقضى. يتكلم على حقوق الانسان ونسى القرعه في بلاده ولا القنينه. يتكلم على الحراك الجزائري ونسى أنه هناك 20 مليون جزائري خرج بدون أن تسال قطرة دم واحدة. والأشقاء المراكشيين يعلمون بذلك كل العلم. عطيتك غير تصنيف، ماشي أنا اللي خرجت داك التصنيف. ما عندهم المصادر صدقني. يعني لو كان تسألهم الإخوة في المملكة المراكشية، أختار أنا نرجعهم دائما لأصلهم قبل ما يبدلوا الاسم في 1956 كي كانوا اسمهم مملكة مراكش وفاس. كان اسمها المملكة الشريفة، الإمبراطورية الشريفة. الزين كمل، العبيد من فضلكم خليو الزين يكمل. الكلمة اللي كتجي ما تسمعش في الكلمة، ما تسمعش في الكلمة. ما نسمعش والله ما نسمحلوش بك. عمر ماني ما يهضرش. صاحبنا هذاك تقبالي كان معنا في القاست هنايا، كان يتكلم كان يقول لك تحفة. اسمح لي غلط. اسمح لي هذا سمعت عدة مرات تقبا شغل تأكدت من المعلومة. هذا مستواك منحط. خلينا نكمل عمر ماني ربي يحفظك. الشخص في الغياب يا عنصري. المهم احنا على الاقل عندنا انتخابات في الجزائر. كي يصوت انسان واحد على الرئيس ولا انسان شخص واحد في الجزائر في 45 مليون، يعني هذاك الرئيس شرعي عنده انسان صوت عليه. انت ما تحكيليش كاع الفوت، انت ما تحكيليش كامل على التصويت، انت ما تعرفش التصويت. انت عندك النظام الخضوع والخنوع ماشي كيف ما راناش كيف حنايا. عن الاسلام وانتم لا علاقه لا بالاسلام ولا بالايمان. عادي ما تبين يا ودي عادي. شوف المهم وتضرب في الشخص لأنك عنصري، تعتبر أنك لو لونك أبيض أنك أفضل. ما لنا نروح كصديق وأخواتها. عندكم أزمة كلام كما أبو زعيطر حفظه الله ورعاه. اسمه تحفة. بالنسبة لأبو طالب أنا والله ما نعرفه. أول مرة تعرفت عليه شفته هنايا، شفته في القسط، عمري ما شفته، ولكن من طريقة كلامه وكيفاش يحاور ويتناقش ويتلون كي الحرباء اكتشفت أنه موريتاني بعقلية مروكي. احنا حقارين اللي يجي في الطريق